حاولنا ومهما فعلنا فلن نستطيع أبدا إرضاء الجميع حولنا. ستواجهنا في حياتنا العديد من المواقف والأشخاص الذين سيحاولون جاهدين إرغامنا على إرضائهم وتلبية رغباتهم. إذا انصعنا لهم وحاولنا إرضاء الجميع فسنواجه العواقب والمشاكل لاحقا لا محالة. الدرس المستفاد هو أنه لا يمكن للإنسان إرضاء كل شخص أو موقف يواجهه في حياته. عليك أن تركز على هدفك وما هو مطلوب حقا في ذلك الموقف بعينه، وتمسك بذلك بثبات دون الانصياع لكل انتقاد أو رأي يلقى عليك من حولك. لا داعي لتغيير نفسك أو قيمك لمجرد إرضاء الآخرين، فأنت جدير بالاحترام كما أنت. من أصعب الدروس في الحياة هو أنه مهما كنت شخصا طيبا وحاولت فهم الآخرين والتعاطف معهم ومساعدتهم، فستظل هناك دائما مجموعة من الأشخاص الذين لن يحبوك أبدا أو يرضوا عنك بغض النظر عما تفعل. هذه نقطة التحول التي عليك أن تتوقف عندها عن العيش لنيل استحسان ورضا الآخرين، وتبدأ بدلا من ذلك بالعيش لتحقيق أهدافك وطموحاتك الخاصة. كن أمينا لنفسك وقيمك، واحترم ذاتك وكرامتك، فأنت جدير بالاحترام كما أنت. لا تضحي بمبادئك من أجل إرضاء الآخرين. اعمل بجد لتحقيق أحلامك وتطلعاتك، واترك الآخرين وآرائهم جانبا، فالنجاح الحقيقي هو أن يرضى عليك الله سبحانه وأن تكون راضيا عن نفسك.